مباراة منتخبنا السوري مع منتخب ميانمار في تصفيات كأس العالم. موعد المباراة وتوقيت المباراة وتشكيلة منتخبنا السوري المتوقعة وقنوات الناقلة وكل تفاصيل راح احكي لكم اياها بهذا الفيديو بالتفصيل وشرح، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشاق قناة عالم سبورت في فيديو جديد وحلقة جديدة. ولكن قبل مشاهدة الفيديو بتمنى منكم ما تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، وما ضل شيء نوصل ل10,000 مشترك، 10,000 أخ صديق وعائلة منتخب السوري. باقي يومين راح نشوف نسور قاسيون من جديد، ولكن هاي المرة مو بطولة كأس آسيا، هاي المرة تصفيات كأس العالم، والحلم وصول إلى كأس العالم. وبإذن الله هيكتور كوبر قادر بيوصل المنتخب السوري إلى كأس العالم ويتحقق الحلم ونفرح نحن الجمهور السوري. فأربطوا حزمكم، جهزوا أنفسكم، نسور قاسيون قادم يا قارة آسيا والعالم. المباراة ستقام بتاريخ 21/3 يوم الخميس في تمام الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت دمشق. مباراة سوريا وميانمار 21/3 مباراة الذهاب يوم الخميس في تمام الساعة 2:30 ظهرا. وبالنسبة للقنوات الناقلة فقناة الكاس الثانية إذا ما بكون غلطان بنسبة 100% راح تنقل هاي المباراة، وقناة بين سبورت آسيا كمان راح تنقل هاي المباراة. وإذا مباراة ما كان عليها حقوق النشر فأخوكم قناة عالم سبورت راح يسوي لكم بث المباشر، وراح تشوفون أو تشاهدون مباراة على قناة عالم سبورت. أنا بخدمة متابعيني بعمل كل شيء جهدي حتى أسعد جماهيري. مباراة ما بتقبل قسمة على 2، لا شيء سوى الفوز، فوز أو لا شيء. تعادل مو لصالحنا، خسارة مو لصالحنا، حتى الفوز بفارق هدفين أيضا مو لصالحنا. نسور قاسيون بأسماء جديدة بتشكيلة جديدة واستبعاد لاعبين يلي كانوا نجوم منتخب السوريا. فهيكتور كوبر أمام مرحلة جديدة، أمام مرحلة بناء منتخب السوري، أمام مرحلة وصول لكأس العالم. فهل كوبر قادر أنه بيتأهل لكأس العالم مع منتخب السوري كما فعل في السابق مع منتخب الفراعنة منتخب المصري؟ فكل الجمهور السوري متأملين متفائلين بهيكتور كوبر واللاعبين المضافين المغتربين الجدد محمود داوود، نوح شمعون، داليهو والياس. كل الجمهور السوري متأملين انه بيشوفوا تشكيلة المنتخب السوري امام منتخب ميانمار. انا راح احكي لكم عن تشكيلة المنتخب السوري المحتملة او المتوقعة بنسبة 95%. اذا ما كانت بنسبة 95% فانا ما بعرف شيء بالرياضة. وراح تذكرون كلامي ببداية المباراة أو إعلان عن تشكيلة المنتخب السوري. فهيكتور كوبر ما راح يعمل تغييرات كثيرة، ما راح يلعب بطريقة دفاعية، راح يكون كل الحمل والثقل في الهجوم. راح يضغط على منتخب الميانمار حتى بيستغل كل فرص وبيسجل عدد أكبر من الأهداف. نحن بحاجة الأهداف حتى نتأهل إلى الدور أو إلى المرحلة الثانية، والحلم سيكون من نصيب نسور قاسيون يا اخواني. وهلا راح احكي لكم عن تشكيلة منتخبنا امام منتخب ميانمار. بتوقع هيكتور كوبر راح يلعب تشكيلة 4-1-4. تشكيلة راح تكون متغيرة عن باقي المباراة. 4-1-4 هي افضل تشكيلة. في حراسة المرمى راح يعتمد على ابراهيم عالمة، راح اشرح لكم ليش راح يعتمد على ابراهيم عالمة كل شيء.
إبراهيم علمة راح يكون حارس المرمى. ثنائي قلب الدفاع أيهم أوسو وثائر كروما. على يمين ويس، وعلى يسار مؤيد العجال. لاعب واحد في الارتكاز هو إيزاكيل عام. على الجناح اليمين راح يكون نوح شمعون، وعلى يسار راح يكون متواجد معنا عمار رمضان، وفي الهجوم إبراهيم هيسار وعلاء الدين دالي. هاي تشكيلة قريبة جدا جدا لهيكتور كوبر، وراح اشرح لكم ليش متوقع انه هيكتور كوبر راح يعتمد على ابراهيم عالمة في مركز حراس المرمى. احمد مدنية ثبت حاله انه هو حارس رقم واحد، هو الحارس الاساسي بالنسبة لهيكتور كوبر. بس انت ما بتعرف شو راح يصير مع احمد مدنية. احتمال بيتعرض لإصابة، احتمال بياخد كرت احمر، كل شيء وارد. نحن بدنا نحط كل احتمالات امامنا. فهيك مباراة ميانمار كونها مباراة سهلة، كوبر بالشوط الاول راح يعتمد على ابراهيم عالمة، بالشوط الثاني راح ينزل الياس هدايا. طه موسى نسولي هو تكملة عدد، راح يكون الصراع بين ابراهيم عالمة والياس هدايا ليكون بديلا لاحمد مدني. وخليل ياس راح يكون لاعب حر بالملعب، لاعب يلعب ادوار هجوميه. نحن بحاجه للهجوم اكثر شيء. راح نشوف ايزاكيل عام لاعب الوحيد او هو لحاله راح يكون في مركز خط الوسط. خليل ياس راح يساعده في الضروره، يعني دائما خليل ياس راح يكون ادواره هجوميه اكثر من دفاعيه. ونوح شمعون لاعب جديد راح يتم اعتماد عليه بالشوط الاول مع عمار رمضان وابراهيم هيسار وعلاء الدين الدالي. وبالشوط الثاني كوبر عنده خيارات كثيره، عنده لاعبين جاهزين كداليهو، محمود الاسود موجود، ايضا في عندنا المار ابراهام. يعني دكتنا بهاي الوقت ممتاز جدا. ومباراة الاياب راح ننتظر القنبله الافضل، المايسترو الموسيقار محمود داوود. وانتم يا اخواني شو رايكم بهاي التشكيله؟ تشكيله كتير ممتازه، تشكيله 4-1-4. تذكروا معي هاي التشكيله. فاكتبوا لي في التعليقات رايكم بالتشكيله اللي انا تحدثت عنها. برجع بذكر كلامي بالنسبه لموضوع ابراهيم عالمة، انه هيكتور كوبر بده بديل او حارس ثاني مع احمد مدني. راح يكون صراع بين ابراهيم عالمة والياس هدايا. فاكتبوا لي في التعليقات رايكم بالتشكيله اللي انا تحدثت عنها والشرح اللي شرحته. ما تنسون توقعاتكم لنتيجه المباراه. انا بتوقع راح نفوز 5-0، وخذوها مني، راح نتواجه بعد المباراه. وانتم كمان اكتبوا لي في التعليقات توقعاتكم لنتيجه المباراه، وراح نشوف تألق من علاء الدالي وداليو. وإذا عجبك الفيديو اعمل لايك والاشتراك. بحبكم كثير. شجع نسور قاسيون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.